وصفتي المعتمدة لبانيه قشرته ثابتة عليه، ذهبي واصفر ومقرمش ومش شارب زيت ومن غير مكونات كتير، وفي خطوتين بس هيكون جاهز معاكي احلى بانيه. يلا بينا بقى ونشوف الطريقة. بس الاول، لو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسرا، اعملي اشتراك ولايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبتدي. معايا نص كيلو كده من البانيه. هنا انا البانيه بقى غسلتها وصفتها، وببقى قاسمه كده البانيه لما بلاقيها كبيره شويه بروح قاسماها على 2 بالطول. هنا معايا بصلايه كده صغيره مبشوره، ومعايا هنا هو ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، ومعايا بهارات فراخ وبابريكا. وهنا قطعت كده فلفل كوبي وحطيته بيديكي طعم وريحه للبانيه جميله، وحطيت معلقه صغيره خل ونص عصره ليمونه، وهقلب كل كده المكونات دي مع بعض. جربي كده تحطي عليها الفلفل في التتبيله بتاعتها زي ما قلت لكم، هيديكي طعم جميل قوي. هنضيف هنا نص كوبايه من الحليب او اللبن، وضفت هنا بيضايه وانا حاطه عليها فلفل اسود. وهضرب بقى كله مع بعضه كده. خطوه البيض انك تخلصيها بقى وتيجي تحطيها في البيض بقسماط كده، الخطوه دي خلاص احنا حطينا البيض كده فيها. هبتدي بقى اخد بقى البانيه وهحطها كده في التتبيله بتاعتنا دي كده، وهفردها تحطيها كده مفروده عشان تشرب من التتبيله. خلصتها انا كده اهيت زي ما انتوا شايفينها كده، وهبتدي بقى ان انا هغطيها. ممكن تعمليها على طول، وممكن بقى تسيبيها نص ساعة كده ولا حاجة تشرب من التتبيلة. انا هنا سبتها بس نص ساعة شربت من التتبيلة اهيت، وهبقى ركنتها على جنب. بعد بقى نص ساعة خلاص كده جبتها، وهبتدي وجبت كده كوباية من البقسماط الناعم، وهبتدي بس اقلب كده البانيه وهطلعها وانفضها كده، ايه تشيلي من عليها يعني البصل ينزل من عليها. وهبتدي احطها كده في البقسماط كده. خطوة البيض خلاص احنا حطينا البيض معاها وكله تمام معاها جاهز كده. وهبتدي كده ان انا هضغط عليها بقى زي ما انتوا شايفين كده، من الوش ده من الناحية دي ومن الناحية دي كده، تضغطي عليها عشان القشرة بقى بتاعتها البقسماط ده يفضل ثابت عليها. هنجرب كمان برضو مع بعض تاني. جربي بقى الطريقة الجميلة دي وان شاء الله هتعجبك وما تاخدش معاكي وقت ولا اي حاجة. وكله كده في خطوتين بس عملناها، او تاكلي احلى بانيه. برضو هناخد كده البانيه اهيت زي ما قلتلك، وتضغطي عليها كده من الناحيتين عشان برضو تبقى مفرودة كده معاكي والقشرة تبقى ثابتة. نخلص بقى كله كده بنفس الطريقة ونرجع مع بعض تاني. خلاص كده انا هنا بقى خلصتها كلها اهي. هاخدها بقى كده على طول، ولا حطيتها في تلاجة ولا فريزر ولا حاجة. انا اخدتها على طول كده في طاسة على النار وفيها زيت، سخن الزيت معايا كويس، وضفت البانيه وما تضيفيش بانيه كتير فيه في الزيت عشان ما تشربش معاكي زيت. هتاخد لون كده من اول وش، وبعد كده اقلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. برضو تاخد بقى لون كده من الناحيتين خلاص، ونبتدي بقى ان احنا ايه نشيلها. بصوا هنا خلاص اخدت لون كده. بصوا طالعه معايا ماسكه كده نفسها والطبقه متماسكه عليها. ولونها في منتهى الجمال كده، وناشفه من بره وطريه من جوه جميله. هبتدي بقى ان انا هحطها كده في مصفى، مش هحطها على ورق مناديل عشان ما تشربش معايا زيت. وهخلص بقى نفس كميه البانيه اللي عندي بنفس الطريقه كده. اخلصها بقى ونرجع مع بعض تاني. خلاص كده احنا خلصناها اهي تمام. بصوا بقى اللون بتاع البانيه ذهبي وجميلة عاملة ازاي، والقشرة بتاعتها متماسكة ازاي. بصوا هنقطع بقى واحدة كده مع بعض اهي. بصوا القشرة انا بشيلها كده بايدي. هنقطع واحدة كده بصوا بجمال بقى، طرية من جوه وناشفة كده من بره. وده كانت النهاردة الوصفة بتاعتنا. ولو عجبتكم بقى اكتبولي في الكومنتات وقولولي ايه رأيكم فيها، واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. مع السلامة.